مساء الخير يا أصحابي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يعني حابة أشارك معاكم حاجة كده، وهي آه لو أنت أو أنتي بتحبهم أو مرتبطين بحد شبه حد من المشاهير، يعني زي عنوان الفيديو كده، حبيبي أو حبيبتي شبه حد من المشاهير، أعمل إيه؟ طيب، خلينا كده نشوف مثال كده لسه حاصل معانا قريب، وهو المطرب الهندي، مش فاكرة اسمه بالظبط، بس هو اللي هو شبه الرئيس المصري الله يرحمه محمد حسني مبارك. ايه اللي حصل معانا لما شفنا الراجل؟ كل المصريين دخلوا عملوا له كومنتات على البيج بتاعته، وقعدوا يهزروا معاه ويقولوا له يا ريس وارجع والناس بقت تتابع المحتوى بتاعه. طب ايه اللي حصل؟ احنا ما حدش فينا يعرف الراجل ده ولا شافه قبل كده. ليه بقى؟ لان عقلنا الباطن يعني بيشوف الحاجة، بيسترجع بقى حاجة من ذاكرته، اللي هو الرئيس مبارك الله يرحمه. طيب انا لما اجي اتعامل مع حد بمخزون حب ليا للفنان ده، يعني انا مثلا مرتبطة بحد شبه فنان معين، او ارتبطت بيه عشان شبه الفنان ده، اولا ده طبعا حاجة لوحدها ما تنفعش يعني. او لو صدفت يعني لازم اخد بالي من النقط دي، ان انا ما اخدش اي حاجة واستحملها مثلا لمجرد انه شبه الفنان او شبه الفنانة. يعني حاجة يعني مش لذيذة ومش ما تنفعش ان انا ممكن استحمل اذى معين، او ان الشخصية مش متكافئة معايا، او مفيش ما بيننا اي توافق، ولمجرد بس انه شبه فنان او فنانة بحبها لو انا شاب يعني، ان انا بقى خلاص يعني امشي في الموضوع او اكمل الموضوع. طيب ايه تاني حصل؟ تجربة شخصية احكيها لكم. يعني انا اول مثلا ما شفت اللي هو في يوتيوبر مشهور اسمه ابو فلة او ابو فلة، تمام، حتى كان له لقاء مع المذيع انس بوخش. انا اول ما شفت ابو فلة ده يعني تابعته، كان من طفل صغير، لقيت نفسي بتابعه وعارفاه يعني اكني اعرفه قبل كده. طب فين انا شفته فين قبل كده؟ اتاريه شبه مطرب اجنبي اسمه ايكون، يعني المطرب ده انا بحبه جدا يعني. فاستغربت، قلت ده انا يعني ابو فيلا ده كان متالف بالنسبه لي عشان انا بحب المطرب ايكون يعني. فابتديت برضو يعني اربط موضوع الشبه ده. وبرضو جات لي ناس، يعني مثلا حد كان زميلنا كان خاطب بنت كانت شبه حد من المشاهير، وتقريبا ياسمين صبري، وما كانش في اي توافق، وهو كان يعني مبسوط ان هي كانت شبه ياسمين صبري، معرفش بقى كان بيحبها ولا ايه اللي هي ياسمين. وبعدين يعني ما الموضوع بتاعهم ما كملش يعني. برضه انا يعني كان ليا تجربه شبه كده زمان، حد كان متقدم لي وكان شبه عمرو دياب بالظبط، يعني شبهه بطريقه غريبه يعني. فانا كنت شايفه ان مفيش توافق يعني، خاصه كان سني صغير وقتها، كنت في المدرسه. قعدوا يقولوا لي لا ده شبه عمرو دياب وانتي بتحبي عمرو دياب، ويعني ناس كتير قوي يعني، طبعا كلنا يعني بنحب عمرو دياب بطريقه غريبه يعني. فلا كنت شايفه ان لا، مش عشان شبه حد شبه فنان بحبه يبقى انا ارتبط بيه يعني، لا، ما بشوفهاش كده خالص. ف يعني ده كان موضوع كده كنت حابة اتكلم فيه معاكم او اشارككم التجربة ديت. ولو حد بيمر بحاجة شبه كده، ياريت ان هو يفصل المشاعر بتاعته، او يفكر بطريقة ان لا، حبي للحد المشهور مالوش دعوة بالعلاقة اللي ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي يعني. وبس.